هنتكلم عن نوع من الاستثمارات اللي الضيوف من جنسية معينة مشهورين بيها ومعاهم سر الصنعة بتاعتها، وبس هم اللي محتكرينها تقريبا على مستوى العالم وعلموها لحبايبهم اللي في الدولة اللي جنبهم. النهاردة هنتكلم عن صناعة الكبتاجون في سوريا، وازاي ان الاقتصاد السوري بالكامل بيعتمد على تصنيع وترويج وتصدير المخدرات برعاية بشار الأسد شخصيا. يعني رئيسهم نفسه معلم في صناعة الكبتاجون، وده مش كلامي، لا يا فندم إطلاقا. دي معلومات نشرتها صحيفة واشنطن بوست امبارح لما نشرت تقرير متكامل بعنوان اقتصاد الزومبي، وقالت إن في دلائل على تورط بشار الأسد وقرايبه في تجارة الكبتاجون في سوريا، وإن اقتصاد سوريا بالكامل قايم على تصنيع المخدرات برعاية النظام السوري والميليشيات اللي بتدعمه. يعني نفهم من كده إنه السادة الضيوف اللي منوريننا في مصر ومشرفيننا في مصر ولازقين فينا في مصر ومش عايزين يمشوا من مصر ما رفعوش أصلا اقتصاد بلدهم، فازاي في ناس بتقول إن هم بيساهموا في رفع الاقتصاد المصري؟ ولا يكونش بيستثمروا في الكبتاجون هنا برضه عن طريق استيراده أو صناعته وتوزيعه على الشباب المصري وتحويل أرباحهم منه لسوريا بالدولار؟ ما هي بالمناسبة اتمسكت شحنات كبتاجون كتير جدا في الموانئ المصرية وخصوصا في ميناء دمياط. وعلى فكرة كلامي عن علاقة الكبتاجون بالاقتصاد السوري ده مش من فراغ ومش من دماغي. واشنطن بوست قالت بالحرف إنه الصناعة التقليدية في سوريا خلاص انتهت، وحبوب الكبتاجون بقت هي التجارة الرائجة والمربحة جدا لاقتصاد الزومبي اللي ساعد النخبة السياسية والعسكرية في سوريا إن هي تفضل موجودة في السلطة بعد 13 سنة من الحرب الأهلية و10 سنين من العقوبات الدولية المشددة. يعني سوريا الأسد أصلا ما فيهاش صناعة واقتصادها قايم على بيع المخدرات. فأنت حضرتك إزاي عايز تفهمني إن الضيف اللي جاي من سوريا هيساهم في رفع قيمة الاقتصاد المصري لما اقتصاد بلده أصلا قايم على المخدرات، بعد فقدان الأمل في بقية المجالات الاقتصادية التانية؟